40 مليون 45 مليون ممكن يقل. هيعوضوا بقى لعيب تاني. ايوه ما هي 45 مليون 45 مليون ممكن يقل. هيعوضوا بقى لعيب تاني. ايوه ما هي بقى انا جاي لك في الحته. طيب سافيو دلوقتي عايز يرجع مثلا ايه النادي بتاعه او الاهلي عايز يبيعه. تمام، فجايبه بمليون ونص. قال لك هبيعه بمليون. ماشي تمام، فانت هتقول لي ايه؟ ما هو خسر كده نص مليون. هيبقى 30 مليون. ايوه ثمنه 30 مليون. ايوه ما انا بقول لك هتقول لي ما هو خسر كده ايه؟ خلينا في الدولار. هتقول لي ما خسر 500 يعني. لا ما خسرش. خسر. انا جايبه بمليون ونص بعته بمليون يبقى خسر. ايوه تمام ماشي، ده من وجهه النظر اللي هو عايز يقول ان هو خسر. لكن طيب مع حمدي فتحي انا بعته ب 4 مليون دولار. ده عوض ده. يبقى ده شال ده. بالظبط. يبقى انا ما خسرتش. بالظبط. يبقى ما تجيش تقول لي ايه سافيو انت خسرت فيه او اهدرت مال عام. لا هو خلي بالك اللاعب بيبقى اصل من اصول النادي في اللائحه الماليه. تمام. لا هي هنا القصه في حركه البيع وحركه الاعارات وحركه الانتقالات مرهونه بالاجمالي زي ما انت قلت في الميزانيه. فانا باجي بقول ايه؟ انا عملت عمليه اعارات للاعبين ب 60 مليون جنيه